في ناس لما الفلوس تلمع قدامهم ما بيفرقش معاهم حلال ولا حرام، وما بيسمعش حتى لضميره ويمشي في السكة الشمال. لكن النهاية بتكون معروفة. حتى لو فكرت نفسك ذكي ومرتب كل حاجة وكل حاجة ماشية صح وماشية هي مدروسة بالملي، أي طريق شمال بتبقى نهايته سودة. حاجات مش طبيعيه. البنت اللي شغاله عنده بحس انها مش طبيعيه. حاجه انا هتصل بالبوليس، قال لي لا انا زمان كنت شمال، كنت شغال بعمل عمليات اللي هي شغال في بيوت دعاره يعني. اللي قدامك ده دكتور ناجي الشافعي، واللي حرام فعلا يتقال عليه دكتور. اتخرج من كلية طب أسنان، لكن ما كانش حابب طب أسنان وكان عايز يدخل طب بشري. مش عشان المهنة حلوة، لأ، عشان فلوسها أكتر وعشان كمان يعرف يعمل اللي هو عايز يعمله في طب بشري. لكن طب أسنان لما اتخرج اكتشف إن المهنة طب أسنان مش مفروشة بالورود، محتاجة دراسات ومحتاجة جهد وتعب كتير عشان يقدر يجيب فلوس كتيرة ويقدر إن هو يبقى دكتور معروف ومشهور. بدأ بقى يفكر دكتور ناجي إزاي يقدر يجيب فلوس كتيرة، بالرغم إن طب أسنان مش جايبة همها معاه. بدأ بقى يفكر في طب بشري، وقال إن الطب البشري ده فيه فلوس كتيرة وفيه بلاوي كتيرة وفيه مصالح شمال كتير. مع الوقت دكتور ناجي اتعرف على دكتور نسا وولادة، وده اللي ظهر قدام الناس إن هو دكتور نسا وولادة، لكن شغله الأساسي الدكتور ده في العمليات الشمال. يعني بيعمل عمليات إجهاض، بيعمل عمليات غشاء البقارة للبنات اللي هي غلطت مع الشباب، يعني شغله شمال. فدكتور ناجي أعجب بالدكتور ده واتكلم معاه وقال له إن هو عايز يبقى معاه في الشغلانة دي، وتحديدا بعد ما عرف إن الدكتور ده بيعمل العملية بفلوس كتيرة قوي وممكن في اليوم يدخل لهم مبلغ محترم. دكتور ناجي اتكلم مع الدكتور ده واتفقوا هما الاتنين إن هما يشتغلوا مع بعض. دكتور ناجي الصبح دكتور أسنان، وبالليل مساعد الدكتور ده في العمليات الشمال والعمليات المشبوهة. ومع الوقت قدر يحقق فلوس كتيرة وبدأ يتعلم واحدة واحدة المهنة. وكانت الشغلانة دي ماشية على أساس إن في سمسار عارف الدكتور بتاع النساء والولادة ده وبيجيب له البنات دي، والسمسار ده بياخد نسبة. كل ما يجيب له بنت أو بنتين أو ثلاثة في اليوم بياخد نسبة. وطبعا البنت بتخش العيادة ويعملوا لها إعادة غشاء البكارة، بيعملوا لها عمليات إجهاض. وطبعا مين اللي بيكون في العملية دي؟ دكتور ناجي كمساعد، والدكتور الكبير بتاع النساء والتوليد. وطبعا كان في الشهر بيدخل لهم بمبلغ كبير جدا، وكانت بتتقسم على ثلاثة: السمسار اللي بيجيب لهم البنات اللي بتعمل العمليات دي، وعلى دكتور الناجي كمساعد، وعلى الدكتور الكبير. والحصة الأكبر كانت بتبقى للدكتور الكبير، هو اللي بياخد الفلوس كلها، بيدي بقى نسبة لدكتور ناجي ونسبة للسمسار. وقعد فترة كبيرة دكتور ناجي مع دكتور نسا وولادة الشمال ده وتعلم منه كل حاجة، لدرجة إن الدكتور الكبير بتاع نسا وولادة ده بقى يسيب دكتور ناجي هو اللي يعمل كل حاجة. يعني تيجي البنت ويشوف دكتور ناجي وهو بيعمل كل حاجة، ودكتور ناجي اتعلم كل حاجة، بقى يعمل كل حاجة. ومع الوقت بقى خلاص مش محتاج الدكتور الكبير ده في أي حاجة. وبدأ يفكر: طب أنا اللي بعمل كل حاجة وتعلمت المهنة وبقيت بعمل كل حاجة وكل حاجة تمام، والدكتور الكبير ده بياخد الحصة الأكبر من الفلوس وبيدينا أنا نسبة وبيدي السمسار نسبة. طب ما اشتغل لحالي وأعمل عيادة وأجيب فيها البنات دي وأعمل لهم أنا العملية وآخد النسبة الأكبر. كانت كل حاجة ماشية مع دكتور ناجي تمام، لأنه كان مشهور في الشغلانة الشمال دي، وبنات كتير بدأت تعرف دكتور ناجي، وكل اللي في السكة الشمال دي بقى يعرف دكتور ناجي. فيعني شهرته بقت عالمية في السكة الشمال. يعني كشغل هيعرف يشتغل، وإن هو برضه يعرف سماسرة تجيب له البنات، عارف سماسرة كتير، كل حاجة ماشية تمام. بس المشكلة هنا إن هو دكتور أسنان، ولو فتح عيادة دكتور أسنان ودخل له بنات كتير وما كانش بيدخل له رجالة، لأنه كده هيبقى في مشكلة. إزاي دكتور أسنان؟ إيه كمية البنات اللي بتجيله وإيه كمية الحاجات اللي بتحصل؟ فالناس هتستغرب، هو ده دكتور أسنان ولا ده دكتور نساء وولادة؟ فكانت دي مشكلة قدام مين؟ قدام دكتور ناجي. فبدأ يفكر إزاي يحل المشكلة دي، وفتح أول عيادة ليه في 2007. وكانت فعلا دكتور أسنان من بره قدام الناس إن هي عيادة دكتور أسنان، لكن العيادة دي كان فيها غرفتين سريتين محدش يعرف عنهم خالص: غرفة للعمليات وغرفة للاستراحة للبنات بعد العملية مباشرة عشان يستريحوا فيها. وتعرف على سمسار شاطر جدا واسمه سعيد، وقال له إن هما الاتنين هيشتغلوا مع بعض في الشغل الشمال ده. قال له: أنت يا سعيد تجيب لي البنات اللي عايزين يعملوا عملية إجهاض، اللي عايزين يعملوا عمليات غشاء البقارة، تجيبهم لي وليك نسبة. واستمرت بقى الأمور على كده لفترة كبيرة، ودكتور ناجي بيدخل له عشرات البنات في اليوم وبيعمل عمليات إجهاض وغشاء بقرة وعمليات شمال كتير. وسعيد كل شوية يجيب له بنات ودكتور ناجي يشتغل.
عملوا فلوس كتيرة جدًا، وكمان دكتور ناجي كان ذكي جدًا، وكان كل شوية يغيّر مكان العيادة بتاعته، يعني كان يقفل العيادة ويروح يفتح في منطقة تاني، بيعمل تمويه عشان ما حدش ياخد باله أو ما حدش يكتشف اللي هو بيعمله جوّه العيادة. فتح أكتر من عيادة وفي أكتر من مكان، ومن برّه تبان إن هي عيادة دكتور أسنان، لكن من جوّه عيادة شمال. وحياة دكتور ناجي بقت ناجحة جدًا، وبقى معاه فلوس كتير، وكمان قدر يتجوّز، وكمان ربنا كرمه ببنت، والحياة كانت ماشية مستمرة، وعيلته عارفين إن هو دكتور أسنان محترم، ما يعرفوش اللي هو بيعمله. وفضل دكتور ناجي في الشغل الشمال ده لمدة 8 سنين، ومعاه مين؟ معاه المساعد بتاعه اللي هو السمسار سعيد، وشغالين في الشغل الشمال ده، ما حدش يعرف أي حاجة خالص، والدنيا ماشية تمام. في عام 2015 ناجي كلم السمسار بتاعه سعيد وقال له: أنا تُبت، أنا مش عايز أشتغل في الشغلانة دي تاني، كفاية كده، إحنا عملنا منها فلوس وعملنا كل حاجة وربنا سترها معانا، أنا مش عايز أشتغل تاني في الشغلانة دي، خلّينا بقى إيه، نبعد، وأنت يا سعيد لو عايز تشتغل في الشغلانة دي اشتغل فيها لحالك، لكن أنا خلاص تُبت. وقفل العيادة قدّام سعيد، وكل حاجة كانت باينة إن هو خلاص الدكتور ناجي تاب، وسعيد صدّقه لمّا لقاه كمان قفل العيادة وقفل كل حاجة. وسعيد بدأ إن هو خلاص يقتنع إن دكتور ناجي تاب وخلاص مش هيرجع للسكة دي، لكن دكتور ناجي كان بيخطط لحاجة تاني، وهي إن هو مش عايز يتعامل مع سعيد تاني، لإن سعيد بقى ياخد نسبة كبيرة من الفلوس، فقرر إن هو يفتح عيادة بعيد وقدّام الناس تبان إن هي عيادة دكتور أسنان، لكن هو جوّه بيعمل نفس القذارة اللي بيعملها، وجاب سكرتيرة بنت تبقى هي السمسارة، تجيب له البنات لحد عنده، ويدّيها نسبة أقل من سعيد. لكن بعد 4 شهور بالضبط سعيد يكتشف من واحدة من البنات اللي هو عمل لهم عمليات غشاء البقارة ده، ويسألها، يقول لها: أنتِ عملتِ العملية دي فين؟ تقول له: أنا عملت العملية دي من يومين بالضبط، وعند مين؟ عند دكتور ناجي. يستغرب سعيد ويقول لها: إزاي يعني عند دكتور ناجي؟ دكتور ناجي خلاص بطّل الشغلانة دي بقى له 4 شهور وقفل العيادة بتاعته. قالت له: لأ، ما هو فتح عيادة في مكان تاني جديد وعمل لي العملية دي من يومين بالضبط. سعيد يقرر إن هو يروح لدكتور ناجي ويعاتبه ويتكلم معاه، وفعلًا راح له هناك واتكلم معاه وقال له: طالما أنت لسه شغال في الشغل ده، ليه قُلت لي إن أنت بطّلت وليه قُلت لي إن أنت تُبت؟ الدكتور ناجي بدل يقول له إيه، إن البنت دي صعبت عليه وكان عايز يعمل لها العملية دي عشان إن هي ما تتفضحش، لكن هو بطّل الشغلانة دي. لكن سعيد ما صدّقوش، قال له: يا باشا أنت ما تشتغلش لحالك، إحنا زي ما بدأنا مع بعض نكمّل مع بعض. وسعيد أقنع دكتور ناجي إن هو يبقى معاه، ودكتور ناجي خلاص ما طوّلش معاه في الكلام كتير وقال له: خلاص تمام، هنكمّل الشغل مع بعض. لإن دكتور ناجي كان خايف إن سعيد يروح يبلّغ عنّه أو إن سعيد يعمل حاجة، فقرر إن هو يحتويه ويقول له: خلاص تمام. والاتنين فضلوا مكمّلين في القذارة دي لفترة كبيرة، لكن دكتور ناجي مش عاجبه الوضع، لإنه معاه السكرتيرة اللي هي السمسارة بتجيب له زباين، ومعاه برضه سعيد بيجيب له زباين، وكده الفلوس بتتقسّم على 3، ودكتور ناجي مش عايز كده، ومش عايز أصلًا سعيد يبقى معاه، لإن سعيد بياخد نسبة كبيرة من الأرباح. دكتور ناجي كلّم سعيد، والمرّة دي قال له إن هو خلاص بيتكلّم بجد، وإن هو خلاص فعلًا هيتوب، وقال له: يا سعيد أنا مش هارجع للشغلانة دي تاني، والمرّة دي بجد. سعيد ما كانش مقتنع بدكتور كلام ناجي، بس سابه يعمل اللي هو عايزه، وفعلًا دكتور ناجي قفل العيادة دي، وسعيد فضل يراقبه وفضل يشوف دكتور ناجي هيعمل إيه، واكتشف سعيد إن دكتور ناجي راح فتح عيادة في مكان تاني، والعيادة دي نفس شغله برضه، في الصبح يبان إن هي عيادة دكتور أسنان وقدّام الناس عيادة دكتور أسنان، وبالليل يعمل العمليات المشبوهة للبنات، ومعاه مين؟ ومعاه السكرتيرة بتاعته. سعيد حس إن هو اتضحك عليه، وإن دكتور ناجي عايز يلعبها لوحده. سعيد راح له لتاني مرّة في العيادة الجديدة دي، وبدأ يتكلم معاه، بس المرّة دي بدأ يتكلم معاه بعنف، وبدأ إن هو يهدّده، قال له: يا دكتور ناجي أنت عملتها معايا مرّتين وغدرت بيّا، أول مرّة قفلت العيادة وقُلت لي إن أنت هتتوب، واكتشفت بعد كده إن أنت رجعت للشغلانة دي تاني، وتاني مرّة عملت نفس الحوار برضه، لكن كده مش هينفع، يا إما نكمّل أنا وأنت في الشغلانة دي، يا إما بنتك أنا عارف هي مين وهاروح هادلق على وشّها مَيّة نار، وهافضحك وهاقول إن أنت دكتور شمال وبتعمل عمليات غشاء بقارة وعمليات إجهاض، يعني يا إما تخلّيني أشتغل معاك، يا إما هاقلب الترابيزة عليك. دكتور ناجي لمّا سمع سيرة بنته وسمع إن سعيد بيهدّده وبيقول له إن هو هيدلق مَيّة نار على وش بنته، اتجنن وما بقاش شايف قدّامه، وبدأ يزُق في سعيد وسعيد بدأ يزُق فيه، والاتنين بدأوا يتخانقوا مع بعض. لغاية لمّا دكتور ناجي مسك الطفاية وخبط بيها دماغ سعيد، سعيد وقع على الأرض ما نطقش. في وقت الخناقة دي كان في طفل صغير طالع العمارة اللي فيها العيادة بتاعة الدكتور ناجي، العيادة بتاعة الدكتور ناجي في الدور الأرضي،
وفوق في ناس ساكنة فوق، فالطفل ده كان طالع فوق لأهله، فسمع صوت ضرب وصوت شتيمة وصوت زعيق، فطلع فوق قال لباباه، وباباه برضه سمع الصوت ده، لكن فجأة لقى إن الصوت ده اختفى. في الوقت اللي اختفى فيه الصوت ده كان دكتور ناجي موت سعيد، وبدأ بقى إن هو ياخد جثته ويقطعها لأجزاء، حط منها أجزاء في أكياس وراح وزعها في مناطق مختلفة، وحط منها جزء في التلاجة لأنه كان لسه مقطعهوش. في الوقت ده الجار بقى بدأ يقلق، وبدأ كمان يشم ريحة غريبة في شقة دكتور ناجي، فكلم دكتور ناجي في التليفون، قال له: يا دكتور، هو الدنيا عندك تمام؟ احنا حاسين ان في حاجة في العيادة مش طبيعية، وابن امبارح قال لي ان في حاجات كتير بتحصل في العيادة وصوت وحد بيتخانق جوه. فدكتور ناجي قال له: اصل انا كنت بعمل لمريض بخلع له ضرسه، والمريض ده وقع من على السرير اللي كان عليه، وكان بيعمل صوت، وكان ضرسه وجعه جامد، فما فيش اي حاجة يعني، ما تقلقش. الجار هنا كان شاكك فيه، وما كانش متأكد ان دكتور ناجي مظبوط، لانه من اول يوم جه فيه وفتح في العيادة في المنطقة دي ناس كتير بدأت تشك في دكتور ناجي، لأن دكتور ناجي فتح في المكان ده، والمكان ده الناس كلها عارفة بعضيها، والناس كلها بتدقق وبتشوف وبيتكلموا مع بعض، وبيلاحظوا كمان إن العيادة بتاع الدكتور ناجي بتفتح أوقات مختلفة، مرة تفتح الصبح، مرة تفتح بالليل، ملهاش مواعيد ثابتة. فالأهالي كانوا شاكين فيه، وتحديدا الجار اللي كان معاه في العمارة كان شاكك فيه. فلما دكتور ناجي قال له إن ده كان مريض وكان عايز يخلع ضرسه، ما كانش متأكد من كلام دكتور ناجي، وكان شاكك فيه، وكان حاسس إن دكتور ناجي ده بيعمل حاجة غلط، بس ما كانش قدامه حل تاني غير إن هو يصدق. قال: خلاص، هو دكتور وهو أدرى بعيادته، هيحصل إيه يعني؟ مفيش حاجة. لكن بعدها بيوم الجار ده والجيران اللي في المنطقة بدأوا يشموا ريحة كده طالعة من العيادة بتاعة الدكتور ناجي، وحسوا إن في حاجة غلط، بس الجيران كانوا عادي ماشيين الدنيا وما كانش فارق معاهم، حاجة طبيعية وكأن في حاجة ميتة أو في حاجة يعني، ما كانوش حاطين في دماغهم. لكن الجار اللي معاه في العمارة ده بدأ يشك، وبدأ إن هو يرتب الأحداث في دماغه. قال: امبارح كان في خناقة وكان في صوت وكان ضرب طالع من العيادة بتاعة الدكتور ناجي، والنهارده في ريحة كريهة. فرن تاني على دكتور ناجي وقال له: إيه اللي بيحصل في الشقة؟ تعالى كده قُل لي إيه اللي بيحصل في الشقة، عشان في ريحة طالعة من العيادة عندك ومن الشقة عندك. قال له: لأ، ما فيش أي حاجة خالص، الدنيا تمام وطبيعية. قال له: لو ما قُلتليش دلوقتي إيه اللي بيحصل، أنا هابلّغ الشرطة. دكتور ناجي فضل يقنع الجار ده ويقول له: لأ، ما فيش حاجة، واهدى بس وأنا آجي أقعد معاك. ودكتور ناجي لمّا قعد مع الجار ده حكى له على كل حاجة، وقال له كل حاجة حصلت من الأول لغاية لمّا قتل سعيد. الجار فضل يقنعه إن هو مش هيقول لحد، وفضل يقول له: اهدى، ما تقلقش، ما فيش أي حاجة. ودخل معاه العيادة وشاف الصدمة، لقى دم في كل مكان، ولقى جزء من جثة سعيد محطوطة في التلاجة. فالجار على طول لما شاف المنظر بلغ رجال الأمن، والشرطة جت وقبضت على دكتور ناجي. وحرفيا كل اللي كانوا يعرفوا دكتور ناجي ما كانوش مصدقين إن هو يعمل كده، وإن هو شغال بالطريقة البشعة دي وشغال في السكة الشمال. كله كان شايف إن دكتور ناجي ده دكتور أسنان ومحترم، ما يعرفوش إن هو دكتور شمال وبيعمل عمليات شمال. وكمان أهل دكتور ناجي اتصدموا، مراته وبنته وكل قرايبه اتصدموا، قالوا: ازاي يحصل كده؟ ما كانوش مصدقين اصلا ان دكتور ناجي يعمل كل البلاوي دي. واتحكم على دكتور ناجي بالاعدام.